السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شهدت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي محمد بالجزائر العاصمة حدثا بارزا بعد أن التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1,000,000 دينار ضد وزير العمل الأسبق تيجاني حسان هدام، وذلك على خلفية قضية فساد مرتبطة بشراء بناية غير مكتملة في بلدية القبة بالعاصمة بمبلغ يقارب 580 مليار سنتيم من أموال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. تفاصيل الملف تعود إلى صفقة شراء بناية عبر مؤسسة عقارية خاصة، حيث بلغت قيمة العقد أكثر من 5 مليارات دينار، أي ما يعادل حوالي 579 مليار سنتيم، وتم دفع مبلغ أولي تجاوز 397 مليار سنتيم دفعة واحدة، على أن يسدد الباقي على أقساط مرتبطة بمراحل تقدم الأشغال. غير أن التحقيقات كشفت عن شبهات كبيرة في الصفقة، إذ اعتبر ممثل الحق العام أن الأشغال لم تكن متقدمة كما جاء في العقد، وأن هناك مخالفات قانونية وتنظيمية رافقت عملية التقييم والتعاقد. النيابة أكدت أن الصفقة حملت في طياتها تجاوزات خطيرة، أبرزها تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة، مشيرة إلى أن الأفعال الثابتة تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني والخزينة العمومية. وطلب وكيل الجمهورية بعقوبة مماثلة في حق المرق العقاري المتورط في القضية، إلى جانب التماسات تتراوح بين 4 سنوات و10 سنوات حبسا نافذا ضد مسؤولين آخرين، من بينهم رؤساء بلدية القبة السابقون ومدير أملاك الدولة السابق وبعض أعوان التقييم، مع مصادرة جميع المحجوزات وإلزام المتهمين بتعويض مالي للخزينة يقدر ب500 مليار سنتيم. القضية أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام بالنظر إلى حجم المبلغ المبدد والمتورطين فيه من مسؤولين سامين، كما أنها تعكس إصرار القضاء على محاربة الفساد ومساءلة كل من يثبت تورطه مهما كان منصبه. ويبقى الحكم النهائي بيد المحكمة التي ستفصل في الملف بعد استكمال جميع مراحل المرافعات.